وعايز تضرب الكبار يبقى لازم تعمل زيهم بنص سعرهم. اكسيد هي الحته الفخمه اللي شيري عملتها عشان تضرب بيها الكبار. اكسيد في اكس جايه تنافس مع اودي كيو 7 وفولفو اكس سي 90 وجيب جراند شيروكي، وحرفيا هي بنص سعرهم لدرجه انها ارخص من سكودا كودياك. شركه اكسيد اسستها شيري سنه 2017، وعلى طول في 2018 اكسيد افتتحت اول مركز ابحاث وتطوير ليها في فرانكفورت في المانيا. يعني العربيات دي بيفكروا فيها وبيأسسوها وبيخططوا لها في فرانكفورت. وطالما قلنا المانيا يبقى عربيات اكسيد دخلت اختبارات السلامه والامان الاوروبيه وخدت ال5 نجوم كاملين، وجت هنا مع وكيلها ناتكو. ناتكو اللي بيجمع عربيات مرسيدس في مصر من سنه 1996. تاريخ. نيجي بقى للنجمه اللي معانا النهارده، فخمه ب7 ركاب بجلد نبا في كل حته لدرجه انه وصل على الابواب. اداء العربيه هايل وتماسكها على الارض تحفه، والعزل الصوتي اسطوري بسبب الثلاث حاجات دول. وعلى سيره الاداء، فالفيلا اللي معانا دي بتطلع 261 حصان و400 نيوتن خارجين من موتور 2000 سي سي تيربو جي دي اي، بتوصل بفتيس 8 نقلات اوتوماتيك من ايسن اول ويل درايف. الفتيس ده بيستحمل لحد 500 نيوتن، هي اصلا بتطلع 400 نيوتن، فامان ما تقلقش. حجم كبير، يعني 10 ايرباج، و75% من جسم العربيه مصنوع من الفولاذ شديد القوه. 3 شاشات وساوند سيستم مكون من 23 سماعه، منهم واحده هنا عشان اتكلم في التليفون براحتي. ضمان 7 سنين بدون حد اقصى للكيلومتر، وحصل عليها تخفيض بقت ب 2 مليون 980. ولو نفسك في الركوبه الفخمه والميزانيه كده يعني، ففي فئه اقل ب 2 مليون 680. في كلام كتير لسه اقوله عن الفي اكس بس في الريفيو كامل، فاتاكد انك عامل لي فولو.